السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض المنين السادة والمنين المحشي ملبن، وهنعمل الكمية الحلوة قوي قوي دي ب3 كوبايات دقيق بس. شايفين شكله حلو ازاي، وطعمه بقى وريحته حاجة كده فظيعة. متأكدة ان كل اللي هيجرب طريقته هيعتمدها ومش هيغيرها تاني ابدا ابدا. منينتين كده مع كوباية شاي الصبح، حاجة كده غرام، طعمها حلو جدا. شايفين شكله عامل ازاي، والتسوية مظبوطة جدا جدا. هنقول كل التفاصيل النهاردة بإذن الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف هنعمل المنين الحلو قوي قوي ده ازاي. يلا بينا. بسم الله. أول حاجة أنا هجيب طبق أحط فيه نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة بيرة، تمام. ولو هتعايريها بالمعالق اللي هي بتاع الشاي، معلقة صغيرة ممسوحة. هتعايريها بالمعلقة بتاعة الأكل يبقى نص معلقة. وبعدين احط 3 معالق كبار من السكر، وكمان كوباية من المية الدافية، دافية زي دمعة العين. بلاش احط المية سخنة عشان ما تبطلش تفاعل الخميرة. لازم نتأكد من تفاعل الخميرة كويس قوي قوي، عشان لو الخميرة بايظة الوصفة كلها تبوظ. عشان لو الخميرة مش نشطة نرميها ونجيب خميرة تانية. خلاص بلاش نغامر بباقي المكونات. وبعدين معايا 3 كوبايات من الدقيق بالكوبايات المعيارية، انا خلطهم كويس قوي. وبعدين حطيت ذرة بسيطة جدا من الملح. بالنسبة بقى للسمنة اللي هضيفها، انا معايا سمنة دافية، يعني مدفياها على النار، لا هي مقدوحة قوي قوي ولا هي باردة. بس لازم برضو السمنة تكون سخنة. انا معايا كوباية من الكوبايات المعيارية من السمنة. حابة المنين مقرمش شوية كمان، تحطي ربع كوباية من الزيت. لكن السمنة بتخليه وسط، يعني مش بيكون ناشف قوي ومش بيكون طري قوي، بيكون وسط. وانا بحب على فكرة السمنة في المنين جدا اكتر من اضافة الزيت كمان، بس الزيت بينشفه. النقطة دي بقى مهمة قوي، ان احنا لازم نبث السمنة كويس قوي قوي بالدقيق لحد ما توصل معايا وتبقى بالشكل دوت كده. طبعا الخميرة شايفين التفاعل بتاعها، وده اللي بوريهولكم كده، الرغاوي اللي بقت على الوش. هبدأ بقى ان انا اضيفها على خليط السمنة والدقيق. اول كده ما هتضيفيها هتحس ان العجينه بقت طريه خالص وسايله كده. ما تقلقيش خالص، كملي عجن مفيش اي مشكله تماما، وهتبقى زي الفل. طبعا الدقيق يفضل ان هو ما يكونش ليه عرق اصلا، وما بنعجنش، يعني احنا بنلم بس كده العجينه. بس في نفس الوقت برضو ما ينفعش ما نعجنهاش، بس ما نعجنهاش قوي يعني، عشان بس وش العجينه يبقى ناعم. لانك لو ما عجنتهاش وش العجينه هتلاقيه مخرفش ومش ناعم كده. فنقطه العجن برضو مهمه، بس مش عجن بقى اللي هو نديله فتره طويله. ويفضل كمان ان احنا نعجنها على ايدينا، ما نستخدمش اي عجان خالص. مجرد كده ما احس ان العجينه خلاص اتعجنت وبقى وشها ناعم، ابطل عجن فيها. شايفين العجينه بتتقطع معايا، مش شد عرق، وده مهم جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده العجينه ما شاء الله بقت ناعمه وزي الفل. هبدا كده ان انا افردها واغطيها بكيس واسيبها بس ترتاح لمده 10 دقايق. مش بسيبها اكتر من كده، 10 دقايق بس، الخميره تمشي فيها كده وتبقى زي الفل. قسمتها انا بقى على جزئين 2. اول جزء او اول كرة كده هفردها بالنشابة. شايفين لما سبتها ترتاح وشها بقى ناعم خالص ازاي. وبعدين ابدا ان انا الفها رول زي ما انتم شايفين. انا ما حشيتهاش اي حاجه، انا قسمتها جزئين. اول جزء هعمله ساده، وتاني جزء هحشيه بالملبن او العجوه بقى او اللي انت عايزاه. وبعدين ابدا ان انا افرده بايديا كده وبالنشابه برضه عشان يبقى الوش ناعم خالص. وبعدين ابدا ان انا اساوي الحرفين، اشيل الحرف اللي هو مش بيبقى مظبوط في الاخر كده بالسكينه او بالقطاعه. ابدا ان انا اشيل الحرف، وبالقطاعه بقى ابدا ان انا اعمل المنين. وبرده لازم اساوي الاطراف من الناحيتين الاتنين بالقطاعه كده بتاعه البيتزا. وابدا ان انا اساوي المنين، والسمك بتاعه بيكون وسط، يعني مش بيكون رفيع قوي اللي هو ينشف، ومش بيكون تخين قوي برضو. انا بحب السمك بتاعه وسط لانه لسه بيرفع في الفرن كمان. طبعا بحطه في صاجات مش مدهونه اي ماده دهنيه، وبسيبه يرتاح كده لمده ربع ساعه قبل ما اسويه. تاني بقى كوره ببدا برضو ان انا افردها بنفس الشكل دوت. انا كان معايا حته صغيره كده من الملبن، حطيت عليها شويه من الدقيق، عجنتها بشويه دقيق. وبعدين هبدا ان انا افردها كده زي ما انتم شايفين.
وبعدين احطها في العجينة وبرضو الف العجينة رول خلاص، عشان المنين كده يبقى من جوه مورق وحلو قوي. تمام. وبعدين اقفل الاطراف كويس قوي قوي عشان ما يفتحش مني ولا هو بيخمر ولا هو بيستوي، وافرده بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين، ببططه كده، وبرضو بالنشابة اساوي الوش. السمك برضو زي ما قلت لكم مش بيكون تخين قوي. ببدأ ان انا اساوي العجين كده من على الاحراف، والاحراف اللي هما الحرفين اللي من الناحيه دي والناحيه دي لو مش مظبوطين قوي شيلوهم خالص، لكن لو مظبوطين سيبوه، ما فيش اي مشكله خالص. وبعدين برضو ان انا ابدا اقطع العجين، اقطع المنين بقى بالقطاعه زي ما انتم شايفين كده، واشيله برضو احطه في الصاجات. شايفين شكل الملبن من جوه، تقدري تحشي عجوه او اللي انت عايزاه. والساده كان طعمه حلو قوي قوي. دوت كده اول صاج معايا اللي هو الساده. انا سبته يرتاح لمده ربع ساعه، وما رفعش قوي يعني، مش بسيبه يخمر قوي قبل التسويه لانه لسه بيرفع معايا في الفرن كمان. ربع ساعه وببدا ان انا اسوي. ودوت تاني صاج اللي هو محشي ملبن. والملبن كان طعمه فظيع، كانت حته صغيره صحيح، بس كان طعم المنين اللي بالملبن تحفه. التسويه بقى بتكون هاديه عشان المنين يطلع مقرمش. التسويه بتكون هاديه جدا في بدايه التسويه لنهايه التسويه. اول كده ما بحط الصاج طبعا الفرن بكون مسخناه كويس، وبعدين احط الصاجات واحرك بقى الصاجات كل شويه وهي في الفرن. الصاج ده كان استوى، والصاج ده كنت لسه حطاه بس حبيت اوريه لكم الاتنين مع بعض. النار هاديه جدا جدا من تحت ومن فوق، وببدا ان انا احرك الصاجات كل شويه وهي في الفرن عشان تبدا ان هي تاخد لون موحد. واول ما يخرج من الفرن بسيبه يبرد خالص خالص، مينفعش احركه من الصاجات الا لما يبرد تماما. وبس كده عملنا مع بعض اسهل واطعم منين ساده ومنين بالملبن. شايفين شكله روعة، حلو جدا، وريحته بقى كانت فظيعة، خصوصا لو عاملينه بسمنة بلدي الريحة بتبقى وهم. شكله حلو قوي قوي، تسوية مظبوطة جدا جدا، والتسوية دي بتنطبق على فرن غاز وفرن بوتاجاز. صدقوني مفيش اي فرق تماما، بس اهم حاجة تحريك الصاج هو اللي بيدي لون موحد، مش نوع الفرن ابدا. ان احنا نحرك الصاج ونلتزم بدرجة الحرارة بتاعة الفرن او التسوية المظبوطة، صدقوني هيطلع احلى منين. شكله حلو قوي، ريحته فظيعة، المنين مقرمش وفي نفس الوقت كده برضو يعني بيدوب. يعني بصوا حاجة كده وسط، شايفين القرمشة بتاعته، وفي نفس الوقت لما بحطه في بقي كده بحس انه بيدوب دوبان، بجد فظيع. مع كوباية شاي بقى كده حاجة وهم، ومفرغ كده من جوه ويجنن. شايفين المحشي حلو قوي، جربوه متأكدة انه هيعجبكم. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يا رب يكون عجبكم، الطريقة تكون سهلة وبسيطة، والسلام عليكم.